بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس في 25 من دروس شرح ابن عاشر، متن ابن عاشر رحمه الله. نبض البيت رقم 155: واستدرك الركن فإن حال ركوع. شو المعنى يس؟ ذاكي تتمة لما شرحناه، يعني تكملين إذا نشرح فيما سبق. ما يليون يتسو ركن من الأركان، ركن من الأركان، مثلا يتسو الركوع، مثلا يتسو السجود، يعني ركن من أركان الصلاة دون نشرح فيما سبق. ثالث الحمد لله ربي سبحانه يستغفر لنا كون سميتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدينا: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وربي ناد واذكر ربك إذا نسيت. يعني ربي يتحسب له في ثالث ذين مي إلا ومقارن السجود التاثوث، سجود السهو يزمر بعد ما يتسود يظل في سيمس زيادة يمس نقصان في مسالاكين شرحت انت ديالكم أقدر نتكمل. ما لا يوني يتسو ركن من الأركان لابد أن يستدركه. هو الأصل كما يقول الفقهاء أن يتم الاستدراك في الحين، حين تذكره مباشرة تصوض ثم كتاب كان ثم رقع تظل فيه. فإن حال ركوع، أي فإن صار الركوع حائلا، خاطر شو تفصل لي الركعة ذا الركوع مثلا فيما يونيك شمد يفاد الشيخ يتزال صلاة الجماعة ما يلحق يفيد مباشرة ذي الركوع ينادي الله أكبر يركع كل الشيخ وري غير سورة الفاتحة وردي غير سورة النظام لا شيء يلحق يفيد مباشرة ذي الركوع. هل أدرك الركعة؟ الجواب أدرك الركعة. يبض وتحت في النام مري غرم هذه غرم فيك صفة ميركعني أن بدي الحق الركوع وسي ساعة وذرا خاطر الحق يزيد صافي. الركوع هو الحائل، هو الفاصل. باش دينا إن فإن حال ركوع، بمعنى مثلا يون في الظل في المغرب مثلا يزول ركعة ثم زواروث يتسو وريخدم الركوع يغرد الحمد لله رب العالمين يرناد ثصورة مباشرة يسجد يخدم سجدتين خاطر تكتمل الركعة بركوع وسجدتين. يخدم السجدتين يكرد أم بعد مكتد كي قرا وزيغ الركعة نثام زواروث تسوغ الركوع كومبلي يتسوث ذا شرا يخدم فألغي ذات السهو والبنا يطوع. معنى الركعة أني إذ يتسوض الركوع وثد مكتظرة المثك ركعة في السنة التي تليها صافي ركعة ثم زواروث سوبريمي تلغى تلك الركعة إلغاء تلغيها صفت سوال تورا الركعة في السنة النيل سيناريو غنسم زواروث المسفان ذا الركعة النيل ثم زواروث وتخدم ذا الركوع سوبريميها تلغيها تلغى كسيت في السنة النيل أري يغالن سم زواروث. طبعا سأسرع إن شاء الله. كفعل من سلم لكن يحرم مثلا ما يليون يمكتد بعد السلام الميك فظليثيس يناد السلام عليكم السلام عليكم يفصل الظليث من بعد يمكتد ركعة يعني يتسو ركن من الأركان. ايش راه يخدم؟ يناد للباقي والطول الفساد ملزم، بمعنى طول الزمن يفسد يعني يلزمه فساد الصلاة. ميلا يظل الحال مور يظل راه ذينا كان خاطئ يخينا غدا سنين شرحت بلي ما يلي يقيم ذين مازال وهو يستقبل القبلة يسلم السلام عليكم السلام عليكم بعد يمكتاد يتسو ركعة يتسو ركوع نغيتسو سجدتين نغشو يتسو يعني فرض من الفرائض ركن من الأركان
مادام زيت قم كانيس ادي الله اكبر ادي وركعني اسفاثا نغركعني يقفطلن اخاطر يخص ذيك السروك من الاركان ميفوك ادي يوي السجود السهو البعدي ادي يخدم السجدتين بعد السلام والندى تخدم يا اما بلا تحيات ولا صلاة إبراهيمية يا إما بالتحيات وبلا صلاة إبراهيمية ويسلم. من شك في ركن بنى على اليقين، مثلا مثاله يزول تزريث المغرب اسمي الزول سناث نسى سي قارس كزول غيوث نغ سناث اذي فنو في اليقين في يوث ما يشوكي الزول سناث نغ ثلاثة اذي فنو في اليقين اذي فنو في سناث ما ذي طول نغ ذي العصر نغ ذي العشاء يشوكي الزول ثلاثة نغ أربعة اذي فنو في ثلاثة اليقين المتحقق منه ثلاثة اذي يروح هدي وركعة ثايض بالك يا ربي سبحانه تسيس خمسة انسى مشى سيرقع هذا يخدم سنة السجود السهو البعدي خاطر يكون يخدم في اليقين يبالك العشاء زول كان ثلاثة صافي تبطل مادام تبطل وتورقع على بعد يوم القيامة يوم القيامة نيف باللي ثاني يغلظ يزول العشاء ثلاثة ركعات ولكن أي غردنا المصنف الناظم رحمه الله إن يشفنوه في اليقين وهو يعني المتفق عليه لدى العلماء سلفا وخلفا فنوه في اليقين ذاكي ما يلا يفقد العشاء مثلا زور ضربعة شكني الشوك الطفني ضرب ثلاثة ثرني الطيب طوال تيس خمسة معليش أقلك ثرقعض تظليثيك تجبرت السجود السهو البعدي إما يلا وتخدم ضارك صافي تظليثيك ما إلا تفقد سوا دغا ثلاثة قلان ترنتس أربعة الله يبارك ما تفقد تسيس خمسة لا كيف تجبرت تظليثيك ترقعت سوا شو السجود السهو البعدي يا دول يسجد البعدي لكن قد يبين من بعد يغال يهضر ذاك في الصورة ما يتسو صورة من مثلا صورة صلاة المغرب هذه الظل ركع الأولى السنة بفاتحة وصورة سورة الفاتحة مسألة خلافية بين العلماء لان ثلاثة الآراء يون الرأي الفقهي يناد ما يلا ودي غرا سورة الفاتحة أصلا إغراد ما تيسر من القرآن فصلاته صحيحة ولا مود دي غرا سورة الفاتحة وقد الرأي الأول رأي فقهي لأبي حنيفة إناد ولا مود غرا سورة الفاتحة المهم تغرض ما تيسر من القرآن فصلاتك صحيحة ركعتك صحيحة لا تعاد وقال رأي أول رأي ثاني يناد مود غرا سورة الفاتحة تفضل بند الحديث دين النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب اسم أم القرآن اسمه أيضا اسم السبع المثاني والسبع هي 7 آيات اتفاقا إجماعا اتفق العلماء على أنها 7 آيات ولكن اختلفوا في التعيين هذه أيضا مسألة تحتاج إلى مزيد بيان يلا ذا شو اسمه هذه الساعة أم القرآن لما تسمى أم القرآن وهكذا في الحديث أي غير اسم أم القرآن لا تقريبا يعني فاتحة كلمة أم نسيدو أمك معناه أصل معناه كما نقول الإمام يؤمنا معناه يتقدمنا هو في مقدمة الصفوف الإمام في مقدمة الصفوف والسورة الفاتحة هي في مقدمة القرآن فهي تأم القرآن تمزورث وهي الفاتحة لا اسمه أيضا صافي الكنز زيد الصلاة كما في الحديث اللي في الموطأ الحديث رقم 184 يلا صافيون ما إلا دوغ المال الآراء اللي صافي الرأي الأمزوري أبي حنيفة الرأي والسين دينان تبطل الصلاة بغير الفاتحة
وبنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هناك رأي ثالث، الرأي قد يقال ذي الصلاة السرية أتيد نغر ما إلا طول نغض العصر الشيخ هادي قال نكون نلقى ومعقول، معقول ماشي معقول، لوجيك. ذي الصلاة الجهرية ذي الفجر نغض المغرب ذي العشاء إلا قنون نصيت ثلاث آراء قلان. الرأي مزور ولد أبي حنيفة ولد ينان باللي ميموت دغري ضارة تظل فيك الصحة، لأنه يرى نفي الكمال لا نفي الصحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أمشي في فهم أبو حنيفة وغيره إنك محسوب لا صلاة كاملة خص، فهي خداش كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث رقم 184 في الموطأ. الرأي والسين يناد مدغرضة صوت الفاتحة تفضل تظلي فيه. لمن هذا الرأي؟ للسادة الشافعية، المذهب الشافعي وبعض المالكية. هذه يروح يونسينغ ثمورا عند المذهب الشافعي ذي الصلاة الجهرية الشيخ دي غير الفاتحة ومن بعد ذي استسم سكوتني يتسك فرصة المأمومين باش تغنى صورة الفاتحة. ونون الزريرة ثاقي ذاش أسيني الشيخ عرق انتاس أكيكش من الوسواس نغالا أكيكش من الوسواس ما تزرد باللي أقلك ذي ثمورثان دا المذهب الشافعي هو اللي راه سائد أتفهمض باللي الرأي هو اللي راه يمشي وهو رأي معتبر، لأنه يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث هو ولكن هو علماء اللي قالوا هكا قالوا بلي هو لا نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة ماشي لا صلاة كاملة. شوف الفقه كيف يدقق. ما السادة المالكية يعني معظم المالكية والحنابلة لكن اتفقا، يعني الحنابلة اتفقوا مع المالكية أدقارن باللي ما ذي الصلاة السرية أسيد نغار ذي الصلاة الجهرية لا نقرأ نستمع ننصت. هذه الأمر ما إلا الصورة ينسو كما في الحديث في البيت رقم 158 في ابن عاشر متى صورة ذاقي أنخدم كان سجود السهو القبلي بفوت صورة فالقبلي، هكذا ختم البيت 158 آخر بيت 159 كذاكر الوسطى وليد قد رفع ما إلا يون وريخ ذي مارا التشهد الأوسط يا أخي نكون نصلي ركعتين أبرا نقيم نخدم تحيات إما يونيتسو يكر ديريكت يرفذي فاسليس ولا الركبتين في شراريس إن كذاكر الوسطى وليد قد رفع معنى انفصلت الأيدي عن الأرض يفسنيك انفصلوا ذاين وركبا طبعا الركب ذاكي معطوفة على الأيدي لا قبل ذا لكن رجع. المهم يعني المقصود ذاكي بعد فظليث مثفكض ذا شرط خدمض تسجد قبل السلام خاطر واقي مما يرقع تصود كان الجلسة الوسطى التشهد الأوسط قبل تسلمض أتخدمض سجود السهو القبلي. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.